محمد عدلان لاعب طلائع الجيش السابق مواليد 2006 لاعب كرة اليد. في أزمة جديدة ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك. تعالى يا عم صلي على النبي كده وأقول لك الأزمة إيه هي ملخصها من الألف للياء. محمد عدلان ده لاعب في طلائع الجيش. النادي الأهلي من 3 أيام أعلن رسميا إن هو تعاقد معاه. قام جه اللاعب امبارح قال طلع فيديو قال لك أنا رغبتي نادي الزمالك. يا عم يا سيدي كده كده أنا لو أنا النادي الأهلي أنا كده كده ما بوقفش على حد، يعني فاهم؟ يعني انت لو انت جيت قلت لي من الاول رغبتك نادي الزمالك اكيد ما كنتش هتمسك بيه. ليه بقى مش كنتش هتمسك بيه وعندي الدلائل والادله؟ الدلائل والادله مين؟ اسال كابتنك التاريخي او كابتنك المفضل او اسطورتك المفضله زي ما انت بتقول له. يعني شوف انت بتقول له ايه واساله. اللي هو منزل فيديو عامل عليك قلب. تمام، اسال كابتن شيكابالا لما مضى في النادي الاهلي وجاء قال لهم يا جدعان انا زملكاوي، راح النادي الاهلي عمل معاه ايه؟ ما تمسكش فيه برغم ان هو ماضي ومخلص مع النادي اليوناني. باوك تقريبا اليوناني، تقريبا ساعتها باوك اليوناني. تمام. اسال كابتن جمال حمزه، اسال كابتن جمال حمزه، اسال كباتنك التاريخيين على مدار العصور النادي الاهلي قرب يتعاقد معاهم. وفي الناس في الاخر الناس قالت احنا زملكاويه مش هينفع نلعب في النادي الاهلي. فالنادي الاهلي عمل ايه؟ دلائل كتير 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 كتير. واسال احمد داوود لاعب المصري والاتحاد السابق ولاعب نادي الزمالك السابق لما مضى مع النادي الاهلي وقال لهم يا جدعان والله انا زملكاوي والزمالك جالي فانا عايز اروح الزمالك. اسال كل ده وده وده وده، الاهلي ما بيجريش على لعيب. بس تعالى بقى افهمك القصه تاني بعد ما قعدنا نهري كتير. تعالى افهمك القصه. اللي النادي الاهلي اتصل بوالد اللاعب وقال له احنا عايزينه في النادي الاهلي، فوالده رحب وقال له تمام يلا بينا. راح النادي الاهلي متحرك على طلائع الجيش قال لك احنا عايزين نشتري اللاعب، فلوس اللاعب اهي، اديني عقد اللاعب، اديني الاستغنى بتاعت اللاعب. قام عطانا الاستغنى. فالنادي الاهلي مشى الطرق القانونيه. طلع بقى اللاعب اصلا كان ماضي في نادي الزمالك من كذا يوم وهو بيقول ان هو رغبته نادي الزمالك زي ما طلع موضح في الفيديو. طب يا عم يا سيدي انت رغبتك نادي الزمالك، ليه اصلا والدك قال للنادي الاهلي طب ليه والدك قافل التليفون من النادي الاهلي؟ ما انت دلوقتي دخلت بتعاند النادي الاهلي وانت اصلا لو كل حاجه ممكن تاخدها بالرضا بس ما تجيش تعاندني في النادي الاهلي. فالنادي الاهلي قال لك انا متمسك بحقوقي الفعليه في اللاعب. يعني هو لو هيقدر اللي هو يعكننا الكرة هيعكننا. يطلع بقى نائب الرئيس نادي الزمالك هشام نصر تقريبا او الاستاذ هشام نصر الكابتن هشام نصر رئيس الاتحاد كرة اليد السابق. قال لك يا جدعان احنا مش عايزين، ملخص كلمته مع ابراهيم فايق، يا جدعان احنا مش عايزين نعكنن اللعيبه، مش عايزين احمد رفعت جديد. انا معاك، ربنا يرحم احمد رفعت واحنا كلنا مش عايزين احمد رفعت جديد. بس قبل ما تطلع وتتكلم كده يا عم احنا مش عايزين احمد رفعت جديد في موضوع عبد الله جمعه وروح اديله 25 مليون اللي عايزهم منه، اللي طلع صالح اخوه وطلع بيسيح لكم. فوالنبي يعني مثلا ما تاخدوش موضوع احمد رفعت بقى ايه بمكيال اللي هو مثلا ايه بالصعبانيات. والنبي بقى مش كل حد هيطلع علينا بالصعبانيات. يعني هو احمد رفعت عنده حق. طب خلاص بقى انت بقى ما تجيش تقول لي بقى اللاعب نفسيته هتتدمر عشان خاطر واحد اتنين تلاته. طب ما يا جدعان ما هو عبد الله جمعه نفسيته هتتدمر لو ما خدش الفلوس. مش ده منطق برضه؟ يعني ولا احنا بنتكلم غلط؟ لا منطق ولا مش منطق؟ اكيد منطق. فملخصة موضوع محمد عدلان اللي النادي الاهلي مش هيسيب حقه في اللاعب. وطالما الاهلي ماشي بالطرق القانونيه السليمه ال 100%، فاللاعب ده لاعبا في النادي الاهلي واذا عايزه نادي الزمالك يجي يستاذن النادي الاهلي واحنا هنفكر نديلهم ولا لا. والسلام عليكم ورحمه الله.